كيفاش جبت 17 في الفرنسيه من 3 شهور ديال الخدمه وانا ما عنديش الفرنسي؟ ما عندكش مع الفرنسي، ما كتفهمش الفرنسي، تبع معايا هذا الفيديو غنعطيك لي تيبس اللي درت ومنين دزت باش جبت 17 في اللغه الفرنسيه وطلعات لي النقطه ديال الجهوي. مرحبا بك، هذا اول فيديو ليا في يوتيوب. صراحه ما غنديروا لا مونتاج لا والو، غنكونوا غير كنهضروا انا وياكم بحال اللي جالسين حدايا. مرحبا بكم مرحبا بكم. دونك الاخوان بلا ما نطول عليكم، ما تنساوش ديروا واحد ابوني، تصيفط الفيديو لصاحبك اللي كيقرا في اولى بكالوريا، وديروا واحد الكومونتير اللي غيشجعني وغنكمل في هذا المحتوى. وكنسمع بزاف ديال الفيديوز كيهضروا على اللغه الفرنسيه، ولكن تما انا طلع معايا الصهد. عرفتي علاش؟ حيت انا ما عنديش مع الفرنسي، كنعرف نقرا، كنقرا كوريكت زعما كنقرا بواحد الطلاقه في الفرنسي، ولكن باش كنجي كنكتب ما عنديش الفوكابولير الكافي، وانا باغي نجيب نقطه ناضيه في اللغه في الجهوي. وكنشوف بزاف ديال الاساتذه كيقول خصك تجيب ضروري في اللغه الفرنسيه. من بعدها شنو طرا؟ الاضرابات، اضطرينا اننا نقراو ونوجدوا الجهوي غير في الدار، بحال مثلا في كورونا قلت ضروري خصني نجيب مزيان في اللغه الفرنسيه. كيفاش غندير عبد العزيز؟ كيفاش غندير ليه وانا ما عنديش مع الفرنسي وانا ما عندي حتى شي باز مع الفرنسي؟ فكرت مزيان وقلت خصني نبدا بلا كونجيغيزون. اول حاجه ركزت على 3 ديال لي طون برينسيبال، هما الباسي كومبوزي، البريزون والامبارفي. 3 ديال لي طون ركزت عليهم، شفت فوقاش كيتستعملوا وعلاش كيتستعملوا، شنو هي لا ستركتور، كيفاش كنصرفوهم. دونك الاخوان من بعدها جاني واحد المشكل اخر، هو ما عنديش الفوكابولير الكافي. جلست مع راسي وشنو قلت؟ عبد العزيز خصك تتعلم الكلمات. اول حاجه بقيت كندير 10 ديال الكلمات في النهار، 10 ديال الكلمات نهار من بعد نهار، نهار من بعد نهار، واحد شويه كنبقى نقز النهارات. هادشي صراحه كاع التلاميذ كيوقع لهم، ما كيكونش داك الكونتينيتي في العمل ديالكم. دونك هادشي عادي صراحه. بقيت نهار لا نهار 3 ايام لا نهار، المهم حتى درت واحد لاباكاج عندي في راسي. وتلاقيت عاوتاني مع واحد الاستاذ عاوتاني في انستغرام كيقول لك خصك تعرف الفوكابولير اللي عندهم علاقه بلا بواط ميرفاي، اونتيغون اي لو ديرنيير جور دان كوندار. شنو درت؟ مشيت كل نهار كنحفظ ديرنيير جور ديال اونتيغون ديال لا بواط ميرفاي. من بعد واحد الوقت قالوا لنا راه غادي تحيد لو ديرنيير جور، وهذا الشيء واحد الفرحه حسيت بها اللي بزاف صراحه. دونك الاخوان بقيت ديما كنتعلم كلمات وكنحاول نوظفهم. مثلا مارشي، خصني ضروري ديك مارشي نكونها في واحد الجمله باش نعقل عليها، فبحال هكا خلاني نعقل على بزاف ديال الكلمات وحسيت بالتطور في اللغه الفرنسيه. شي صراحه عطاني واحد الدوبامين باش نكمل هذا التطوير في اللغه الفرنسيه. من جهه لي غومون كنت قريت مع واحد الاستاذه اللي كيعرفها كلشي، هي قناه تفوق بامتياز. قريت معها صراحه لا بواط ميرفاي كامله، قريتها سطر خلاص. كنفهم بزاف ديال الحوايج، وحده هي واحد لا نوت فيها كندير فيها مثلا السميه ديال لا غومون، كندير سميه ديال الغومون مثلا هنايا، والفوكابولير اللي خاصين بها، بحال مثلا لا سوليداريتي، مثلا بزاف ديال لي فوكابولير اللي عندهم علاقه بلا بواط ميرفاي. هذا الشيء خلاني نمي صراحه الرصيد المعرفي ديالي في ديك لا بواط ميرفاي ولا اون جينيرال. ولا دازت بسلام، طورنا شويه في اللغه الفرنسيه، مازال ما خدمت حتى شي برودكسيون اكريت. الدوره الثانيه بديتها بلي برودكسيون اكريت. في الاول صراحه كنت كنحفظ لي زارغيمون، ولكن لقيتها طريقه ما كتسلكش وما كنعقلش هذوك لي زارغيمون نيت. داكشي علاش حاولت نكري انا ارغيمون واحد الموضوع معين. مثلا حاولت نكري انا بزاف ديال لي زارغيمون عندهم علاقه بلا فيولونس، مثلا لا فام اونسيان اي لا فام اكطويل. هادو انا حاولت ندير لهم بزاف ديال لي زارغيمون اللي خاصين بيا زعما وغنقدر نعقل عليهم. حيت صراحه العقل ديالنا باش كيكون هو كيكري شي حاجه كيكون غادي مزيان، كلشي مزيان. بزاف ديال لي سوجي، كنخدم بزاف ديال لي سوجي، هذا بزاف الحوايج. ولكن في الاخر شنو درت؟ بقيت انا وصحابي كنختاروا واحد السوجي معين، بحال مثلا الفيولونس، واحد يصح لواحد بديك المعرفه اللي عنده، وكنعطيو النقطه على كل واحد. كنت كنجيب تبارك الله 8 ونص كيصحوا ليا، كنت كنفرح صراحه. التمرين بزاف دازت، واليوم ليله الجهوي. صراحه ستريسيت بزاف، كنت خايف بزاف، ما كنتش صراحه كناكل، كنقول عندك ناكل شي حاجه ونمرض ولا شي حاجه بحال هكا. صراحه كان كيجيني هذا الوسواس هذا بزاف، ولكن هذا الشيء راه نورمال، حنا انسان كنخافوا على راسنا. دونك شنو درت قبل ما نعس؟ مشيت راجعت دوك لي زيفيرمون ديال لا بواط ميرفاي ديال اونتيغون، كاع دوك لي برودكسيون اكريت اللي كنت كنكتبهم، كاع لي برودكسيون اكريت اللي كنت كنكتبهم، رجعت كاع داكشي، قريت واحد القراءه سريعه وانا نمشي نعس. الناس كيقولوا يا ربي تحط لنا اونتيغون، يا ربي، ولكن في الاخر تحط لنا لا بواط ميرفاي.
لا بواط ميرفاي هي اللي دخلنا للقسم، جلسنا شدينا بلاصتنا، قريت الدعاء ديالي، بقيت كنطلب ربي يا ربي تسهل عليا، يا ربي يا ربي بزاف ديال الحوايج. صراحه هاد الادعيه هادو بزاف خفوا عليا بزاف، والله الا خفوا عليا. ما بقيتش مستريسي، جلست بحال هكا مزيان. تدخلوا علينا عطاونا الاوراق ديالنا. الحاجه اللي زوينه في الفرنسي هي اني اللي درتها زعما في الجهوي، يعني تقريبا جاوبت على 6 ديال الاسئله بلا ما نشوف التكست شنو علم كيهضر. شتي تكست ديال لا بواط ميرفاي ومشيت كنقرا الاسئله كامل جاوبت عليهم من عندي بلا ما نقرا التكست. السؤال السابع باش قال لك واقيلا جبت شي حاجه، والسؤال السادس ولا السابع ما عقلتش بالضبط باش قال لك جبت شي حاجه من التكست، عاد مشيت جبتها. صراحه مزيان. مشيت البرودكسيون اكريت وانا نلقى على المدرسه اللي خصهم يتزادوا والحوايج اللي كيفتقدوهم وبزاف ديال الحوايج. صراحه كان سوجي ساهل. حاولت نهضر عليه اون جينيرال، ما حاولتش ندخل في لي ديتاي بزاف باش ما نغلطش، حاولت نهضر اون جينيرال. دونك درت عليا قدني الوقت، قريت داكشي مزيان. المهم جاوبت على داكشي مزيان. في الاخر جبت 8.5 في لا برودكسيون اكريت اللي ما عمر صراحه غنتخيلها. دونك الاخوان كاع من هذا الشيء باش نعطيكم 3 ديال النصائح مهمين، 3 ديال النصائح مهمه غنعطيهم لكم. هي نقول لكم بعدا واحد العباره، حنا العقل ديالنا خارق، اقسم بالله خارق. باش كيبغي يوصل شي حاجه ولا كيلقى شي مشكل ولا كيلقى شي مشكل قدامه، كيحاول يحل داك المشكل باي طريقه. دابا شنو هو المشكل اللي كان عندي؟ هو انني ما كانش عندي مع اللغه الفرنسيه، واخا هكاك بغيت نجي في داك الجهه، والحمد لله ما جبتش ديك النقطه اللي كنت كنبغي، ولكن جبت نقطه مشرفه مزيانه. والاخوان غنعطيكم 3 ديال الحوايج اللي ناضيين وغينفعوكم بزاف باش الشهوره ديال اللي بقات تجيبوا فيها 18 ولا 19 في اللغه الفرنسيه. حاول تكري لي زارغيمون ديالك بوحدك لاي موضوع كيبان لك انت في راسك، حاول تكري عليه لي زارغيمون. كيديروا لكم على قطر ديال 2022 كاس العالم بزاف ديال الحوايج. اي حاجه كتب لك اكشويل حاول دير عليها دي زارغيمون راسك وتكتب عليها سوجي. ثاني حاجه شي حاجه سميتها لي بلون، حيدها من راسك. ما كاينش بلون دياليكتيك، لو بلون سامبل اي لو بلون شي حاجه بحال هكا. لو بلون هو ديالك انت، كتكتب بطريقتك الخاصه، والمصحح كيقبل لك طريقتك انت الخاصه اللي كتكتب بها. يحاول تخلي ديك لا لينيا ديك لا فورم ديال البرودكسيون اكريت، هادشي اللي خصك تحترمه. اما انت كتب لو بلون سامبل ديالك، كتب بالطريقه ديالك، حاول تحترم ديك لا ميثودولوجي ديال البرودكسيون اكريت. راه ما كاين لا بلون لا حتى حاجه. ثالث حاجه هي تبدا تحفظ كلمات وافعال عندهم علاقه بالبرودكسيون، عندهم علاقه بلي هرمون ديالك. مثلا الديرنيير جو حاول تحفظ تقريبا كاع الكلمات والافعال يخليوك انك تكتب اي برودكسيون اكريت اللي غتعطيك في دوك لي غومون بطبيعه الحال. دوك الاخوان هاد 3 ديال الحوايج حاولوا تختارموهم وان شاء الله غتجيبوا دي بون نوت. دونك الاخوان كنتمنى تكونوا خرجتوا من الفيديو باستفاده. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، شكرا لكم على داك الوقت الذي لا يقدر بثمن. شكرا الاخوان، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. ما تنساوش الانستغرام ديالي كنحط لكم لتحت اللي فيه كنديروا تحديات ونصائح قصيره. الاخوان خلوا غنحط لكم هنايا في ديسكريبسيون، غتدخلوا لي غيدخل لكم نيشان. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ما تنساوش ديروا واحد الابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم.